الإخوان السلام عليكم. اليوم فيديو جديد على قناتكم أوتو توفيق، والفيديو ديال اليوم هو الفرق بين السيارة إيسونس والسيارة مازوت. بزاف ديال الناس كيبغيو ياخدو سيارة أو باغيين ياخدو سيارة وحايرين معرفينش واش ياخدو السيارة إيسونس ولا السيارة مازوت. اليوم في هذا الفيديو غادي نعطيكم الإيجابيات والسلبيات ديال ليسونس والمازوت، وكذلك غنديرو واحد المقارنة من حيث الاستهلاك والمصاريف على مدار السنة. قبل ما نديرو مقارنة غادي نعطيكم معلومة سريعة عن المازوت وليسونس. فليسونس فهو خفيف على المازوت، أي أن سرعة الاحتراق ديالو تتكون كتر من المازوت، يعني تيتكونسوما كتر من المازوت. هذا من جهة. من جهة أخرى ففي المناطق اللي تيكونو سخونة فهما تيفضلو أنهم يستعملو المازوت على ليسونس. علاش؟ لأن ليسونس فهو في المناطق اللي تيكونو سخونة فهو تيتبخر. إلا درتي واحد البلان ديال 400 درهم على سبيل المثال وخليتي السيارة ما قستيهاش، فغادي تلقى أن السيارة تكونسومات منها واحد 7% إلى 10%، نتا ما قستيش قاع السيارة، وذلك بسبب الحرارة، حيث أن ليسونس تيتبخر في المناطق اللي تيكونو سخونين. على عكس المازوت فهو يعني تيبقى لا كونسوماسيون 100%، حيث أن في المناطق الباردة على سبيل المثال فرنسا أو كندا فهما تيستعملو ليسونس، ما كتلقاش عندهم السيارة ديال المازوت بزاف. ليسونس ما كتلقاش معاه مشكل لا من ناحية يعني السيارة كتكون باردة كديماري دغيا ما كتلقاش معاه مشكل، عكس المازوت. المازوت مثلا في الصباح في منطقة اللي باردة راه صعيب باش ديماريلك، ولا حتى ديماراتلك يعني خصك تخليه واحد المدة تسخن واحد 10 دقائق إلى ربع ساعة. هذا من جهة. ندوزو الآن للمقارنة من حيث الاستهلاك والمصاريف على مدار السنة. نديرو عندنا واحد كليون كات، كليو كات لي إيسونس وحدة مازوت، بجوجهم 6 ديال الخيل. إذا الضريبة السنوية ديال ليسونس هي 350 درهم، والضريبة السنوية ديال المازوت فهي 700 درهم. أما التأمين ديال المازوت فهو 2800 درهم على مدار السنة، يعني سنويا. أما ليسونس فهي 2300 درهم. الآن غندوزو للاستهلاك وغادي نحسبو كل سيارة أو كل محرك بوحديتو. نحسبو أولا المحرك المازوت، فعلى حساب لافيش تكنيك ديال رونو فإن كل 100 كيلومتر كضربها بسيارة كليو كات مازوت فهي كتاكلك 3.6 لتر ديال المازوت. ولا شدينا حنا غادي نحسبو يعني 50 كيلومتر في اليوم مثلا، نديرو بأننا تنسيركيليو بالسيارة واحد 50 كيلومتر في اليوم. غادي نشدو ديك 3.6 غادي نقسموها على جوج، أي 50 كيلومتر غتعطينا 1.8 لتر كل 50 كيلومتر يعني في اليوم. نشدو ديك 1.8 غنضربوها في تمن اللتر ديال المازوت في المغرب اللي هو كيتراوح ما بين 12 درهم فاصلة يعني حتى 13 درهم عفوا، غادي تعطينا في اليوم 21 درهم فاصلة 6. يعني هذا هو الاستهلاك اليومي ديال كل 50 كيلومتر بالنسبة للسيارة المازوت، هو 21.6. هاد 21.6 غنشدوها غادي نضربوها في 365 يوم أي سنة، غادي تعطينا 7884 درهم. يعني هذا فقط هاد الرقم ديال 7884 فقط هو استهلاك ديال المازوت. ندوزو الآن نحسبو الاستهلاك ديال ليسونس. فكيف ما قلت لكم على حساب لافيش تكنيك ديال كليون كات موديل 2016 كل 100 كيلومتر كتاكل 5.3 لتر ديال ليسونس. حنا غادي نحسبو 50 كيلومتر في اليوم، غنديرو 3.5 غنقسموها على جوج أي 50 كيلومتر ماشي 100 كيلومتر، غادي تعطينا 2.65 لتر كل 50 كيلومتر. 2.65 ضربناها في ثمن اللتر ديال ليسونس اللي هو تيتراوح ما بين 14 إلى 15 درهم، حنا درنا 14 درهم فقط، عطانا 37 درهم فاصلة واحد في اليوم.
هادشي اللي كتاكل السيارة ديال ليسونس إلا ضربتي بها 50 كيلومتر غادي تاكلك 37.1، يعني 37 درهم. هاديك 37 درهم نشدوها غنضربوها في 365 يوم، غادي تعطينا 13541، أي مليون وقول 71 ألف ريال. مقارنة مع المازوت، فالمازوت كلات لينا فقط 7884. هاد النقطة هادي تحسب للمازوت. بزاف ديال الناس غيقولك وناخد المازوت حسن ليا ما كيكونسومي ما كياكل، ولكن لا اخويا، مشاكل ديال المازوت فهما كتار. يعني بالزربة الموتور ديالو متيعيا يعني مشاكل كتار لا داعي لذكرها لانها موضوع كبير. ندوزو الان الصيانة ديال المازوت فكتراوح ما بين 700 درهم. هذا فقط يعني رقم تقديري، ما قلتش انا يعني اكزاكت، ولكن فقط رقم تقديري. في حال ان السيارة ايسونس كتخسر عليها مثلا في الصيانة واحد 300 درهم. الان غنديرو مجموع ديال كل سيارة على حدة وغادي نشوفو شحال كتقام عنا الصيانة والاستهلاك والتأمين والضريبة ديال السيارة مازوت والسيارة ايسونس. بالنسبة للمازوت غادي ناخدو 700 درهم ثمن الضريبة أو الخيل السنوية، زائد 2800 درهم ديال التأمين، زائد 7884 درهم ديال الصيانة ديال استهلاك الوقود ديال المازوت، زائد 700 درهم ديال الصيانة. فالمجموع هو 12084 درهم، أي مليون وقول 42 ألف ريال، مليون و42 ألف ريال. في حين أن السيارة مازوت فنديرو 350 درهم ديال الضريبة، زائد 2300 درهم ديال التأمين، زائد 13541 درهم ديال ليسونس ديال الوقود، زائد 300 درهم ديال الصيانة، فغادي تعطينا 16000 درهم و491. واو بزاف. يعني تيقول بنادم هادشي كامل غادي نخسرو على السيارة في العام. نعم اخويا، هادشي الا بغيتي تشري طوموبيل غتسنى هادشي، ولكن هاد الأثمنة وهاد الأرقام فهي تقديرية. فكاين اللي ما تيفوتش يعني ما تيضربش 50 كيلومتر في اليوم بالسيارة ديالو، كاين اللي غير يعني تيضرب واحد 10 كيلومتر 12 كيلومتر 20 كيلومتر كاع طول من الخدمة للدار من الدار للخدمة، قليل فين تيحرك السيارة. حنا قلنا بالنسبة لواحد كيضرب بها 50 كيلومتر أي أنه كيتحرك بالسيارة. فالفرق بيناتهم بين المازوت و ليسونس، شدينا 16491 نقصنا منها 12084 فغادي تبقى لنا هو 4407 درهم. هذا هو الفرق ما بين المصاريف والاستهلاك على مدار السنة. أي أن السيارة ديال ليسونس فهي يعني كتكونسومي أو كتخسر عليها أكثر من السيارة ديال المازوت، ولكن ملي كنشوفو المشاكل اللي كاينين في السيارة ديال المازوت فهي عديدة ولا تحصى. فلذلك كيف ما كتشوف يعني عندك هنا المقارنة من حيث الاستهلاك والمصاريف فهي فقط تقديرية، يعني ماشي ثابتة و100%. فانت في هاد الحالة كتختار يعني السيارة علاش غتاخدها، واش غتاخدها باش غتخدم بها، واش غتاخدها باش غادي يعني تحرك بها غير من الخدمة للدار، واش غير الوليدات. هنا كتقرر انت شنو اللي مناسبك، واش السيارة مازوت او السيارة لإيسونس. يعني اخويا قبل ما تاخد اي سيارة ضروري خصك دير واحد الدراسة. يعني ماشي غير تجي تاخد طوموبيل غير باغي تركب هكاك وصافي. راه تاخد طوموبيل غير باغي تركب راه غتصدق داخل فلوسك وفلوس الوليدات وفلوس الطوموبيل يعني خصك تاخد سيارة وتعرف علاش واخدها. واش غتاخد سيارة للخدمة، يعني نشوف شنو اللي مسلكني، واش الإيسونس ولا المازوت. ناخد سيارة غير للدار أو وسط المدينة نعرف شنو اللي مسلكني إيسونس أو مازوت، ماشي غير نجي وناخد غير هكاك. فبهذا نتا خويا كتشوف كتقرر شنو اللي مسلكك، واش ليسونس ولا مازوت.
نتمنى أنني نكون وضحت لكم شوية الرؤية على الفرق ما بين سيارات إيسونس وسيارات مازوت. هاد الشي كيفما قلت لكم هاد التحليل أو هاد الحسابات فهي ماشي ثابتة، فهي فقط يعني درنا حنا غير تقديرية. فانت ديك الساعة كتشوف شحال غادي تكونسومي أو شحال غادي تحرك بالسيارة في النهار، وبناء على ذلك كتحسب شنو الاستهلاك اللي غتاخدلك في السنة. وبالمناسبة فهاد الأثمنة ديال 16491 و 12084، فإلا بغيتي تعرف أن داك الشي شحال يخرجلك في الشهر، مثلا شحال غتكونسومي في الشهر، فغتشد هاد الأرقام أو هاد المجموع اللي خرج لنا وقسمو على 12، غتشوف شحال في الشهر غادي تخبي لهاد السيارة هادي. نتمنى كيفما قلت لكم أنني نكون وصلت لكم المعلومة فقط بورقة وستيلو. بغيت نقول لكم إلا كنتي أول مرة كتشوف هاد القناة ما تنساش تدعمنا بلايك والاشتراك. فحنا في هاد القناة تنعطيو معلومات على كل ما يخص السيارات والمركبات، وكذلك عندنا خدمة ديال أننا تنعلنو على السيارات المستعملة للبيع. عندك سيارة مستعملة للبيع باغي تبيعها، صيفطها لنا على الرقم اللي غادي نخليه لكم في الشاشة وكندوزوها لك فابور. هذا ما كان بالنسبة لهذا الفيديو، شكرا لكم وإلى اللقاء.